اللاعب الذي يتألق في الميادين الفرنسية رفقة نادي تولوز. مسجل كذلك عودة لاعب ماسينا لاعب نادي تورينو يغيب منذ فترة عن النخبة المغربية قبل أن يصعد مستواه بالتدريج. لذلك أكيد الدعوة جاءت من وليد الركراكي لتعزيز الجبهة الدفاعية والمنظومة الدفاعية للنخبة المغربية. نذكر كذلك بأن اللاعب أمين عدلي واصل غيابه عن القائمة للمنتخب المغربي بسبب الإصابة. اللاعب السعيد بكل تأكيد بعد تمديد عقده رفقة نادي باير ليفركوزن. لننسى أيضا مواصلة الغياب لشادي رياض. أسامة العزوزي لاعب نادي بولونيا الإيطالي إضافة إلى بالعمري يلتحق بقائمة الغيابات في عملية استلام الكرة. ماذا سيفعل الزلزال؟ يحاول يراوغ حذر من أخطاء الفردية. تمشي الخطورة الكابونية مرت سلامات على المرمى المغربية. الثنائي الأخطر في بالراس من خلال اختيارات المدرب وليد الركراكي. 4-1-4-1 السيستم المفضل بالنسبة لوليد في معظم المباريات والسيستم الذي كان ناجح. رد بالك يا حكيمي بمرجع حكيمي. التسديد والهدف الأول. التسديد والهدف الأول دينيس بوانكا. البداية قوية للفوت الجابونية من خلال هدف اللاعب دينيس بوانكا. شوفنا مشاهدينا الكرام الكرة الملعوبة في المساحات وصلت إلى دينيس بوانكا في مواجهة مباشرة وصريحة لأشرف حكيمي. تمريرة لكن مكشوفة وبالتالي بعيدة تماما على عبد الصمد الزلزولي، بينما الحكم الجنوب افريقي يشير إلى ضربة حرة وسيكون أول إنذار في المباراة لأليفينا. داخل منطقة الجزاء مرفوعة مقوسة لكن المتابعة لحارس المرمى مبامبا. بعد ذلك أمام مختلف اللاعب عبد الصمد. لازالت عندك عبد الصمد يدخل بلغة المتحدي في الجبهة اليسرى للتفوق على الدفاعات الكابونية. ممتازة هذه، ممتازة. إلياس عدد من التمريرات. دينيس مباشرة لأوباميانغ في القائمة الثاني والمتابعة ممتازة من القائد أشرف حكيمي بلهجة عمل معاتب. كيف مرت الجابونية في كرة شكلت بعض المتاعب أمام المرمى الجابون. هذه صعبة، هذه خطيرة. والثاني الهدف الثاني للمنتخب الجابوني لحسن الحظ الراية كانت مرفوعة. المساحة نصير مفروض أن يغطي هذه الوضعية. في هذه الوضع حماس ودفاع جابوني، إصرار غير عادي جابوني مع نسبة لجمال. هذه ملعوبة ممتازة. العرضية وأيوب الكعبي يتحسن. لازم من المباغتة، لازم الانطلاق. هذه كرة لعبد الصمد. يمشي عبد الصمد يحاول يمر. المساندة من إلياس المراوغة هي جول. يطفئ حماس الكابوني بكل تأكيد. هذه كرة مرفوعة بالراس أيوب الكعبي. مرة قريبة من الجول، مرة قريبة. لم يظهر بعد حتى الآن نجم الريال. كرة أمامية إلياس. هناك خطأ يتم الآن. أشرف يرفع كرة في القائمة الثانية بالراس. جول. الصخرة الدفاعية الودادية هنا راسي باناتينايكوس في تمريرة ذكية. أشرف حكيمي للكرة الماضية في أحلى متابعة للكرة الماضية. إذن تمشي من جديد لفائدة الآن. ترفع هذه الكرة، من يتابع بالراس. الثاني. الله على السي إبراهيم. يا سلام يا سي إبراهيم نجم الريال يسعدنا هنا بأجمل اللمسات بجول. نعم في الشباك الكابونية. 2-1. هكذا قلبوا الطاولة على الكابونيين بسرعة البرق. أسود الأطلس تزهر من جديد. ربع ساعة الأولى لكن الأمور تتغير. كان استغلال هذه الأخطاء الفردية. يمشي إلياس بن صغير في القائمة الأول. والثالث. نعم الثالث مغربي. عاد إليكم من جديد نجم الريال يزور الشباك مرة أخرى. إبراهيم دياس. تذكروا ماذا قلت. الكرات الثابتة السلاح. قادر أن أحمل الجديد وقادر أن أعطي الإضافة.
ايطاليا. الياس ابراهيم يبدا في هذه المواجهه للسرايا والعرضيه بعد ذلك، والكره تخرج مباشره الى الركنيه. في هذه الركنيه الياس الراسيه والرابع كان قريب والحكم يقول فيها ركنيه اخرى. هذه كيمي يتحول الجهه اليسرى. الياس بن صغير عندك الان عبد الصمد لا يمر. عبد الصمد لا جدا من طرف اللاعب الياس وبالراس دار للثقافه والهويه الامازيغيه، بينما كره عرضيه بعيده تماما. قلت من الاقمصه الجديده لتماس الجابونيين ستلعب هذه من اشرف حكيمي والرابع يضيع. حكيمي الرابع كان قريب هنا يمينيه. كرة يلماندية ستلعب للضربة الحرة بسرعة. حذاري والحكم ماذا يقول في هذه اللحظات؟ الحكم شاف عملية تحايل أم ماذا؟ الحكم ماذا يقول في هذه اللحظات؟ نقاش بين سفيان مرابط والحكم لجي مزيد من الاهداف. عملية 1-2. اشرف حكيمي اين هو الكعبي تموضع لم يكن أجرد على رادار كبريات الأندية حاليا على ضوء ما يقدمونه أكرد حاليا مع فريق الريال سوسيداد. في المساحة ملعوبة لإبراهيم يمشي بالكرة عستين، لا يحتاج إلى تذكير مرة أخرى على انضباط أداؤه. العرضية ياسين نايف، هنا جدار نايف أكرد، وقبل ذلك ياسين بونو في التصدي. لازالت كابونية محاولة المرور، حذر من التسديد. أشرف حكيمي يتكلف بمهمة الإبعاد. التسديدة بعيدة تماما من جانب اللاعب اليمين. هذه الكرة الأمامية محاولة التسديد وياسين في المتابعة. طبعا الأنشطة الرياضية في المملكة المغربية لا تتوقف. تصفيات كيلو لكن فيها سفيان مرابط. روعة المرور. إبراهيم انطلق. إبراهيم يبدع اليوم، يمتع اليوم. نستمتع مع مهارات إبراهيم عن طريق عبد الصمد. إلياس والخطأ يقول الحكم خطأ في مكان في تحدي الدفاعات الجابونية. ياسين يخرج ويرانجا. هذا هو إيكومي يلعبها هنا بينية والتغطية من سفيان مرابط. أشرف حكيمي يسدد. العالية عندنا الكرات العالية عندنا. حذاري ياسين بونو في المكان المناسب. دانيس ما يمرش. حركاس يتابع الكرة توصل بعد ذلك لإبراهيم وفي مسك واضح، وبالتالي ضربة حرة للنخبة المغربية. روح رياضية عالية جدا، لكن هذا يمنع من إشارة البطاقة الصفراء رغم الروح الرياضية ورغم الاعتذار، لكن القانون القارية. بينما كرة لإبراهيم سير يا أشرف. العرضية الرابع جول. الرابع لازم مرابط ينتبه في بعض الأحيان لما يكون الضغط على سفيان، هنا توقع الأخطاء، وبالتالي لازم ردة الفعل تكون سريعة. يا سفيان يا مرابط على تأتي إلى بينية. بن صغير كان في التسلل. هذه الراسية الكرة تمر جانبية من عبد الصمد. الكرة على الطرف الايسر، استلام من اوباميونغ خارج. ماذا سيفعل إبراهيم ممتازة، والكعبي على الطائر. مرة جانبية انطلاقة من الجهة اليسرى. عبد الصمد 3 مباريات كما ذكرت أن يدخل ضمن ال10 الأوائل، وفي خطأ وضربة حرة مغربية. ضربة حرة إلى جزاء. إلياس بن صغير تتويج لنادي يوناني باللقب الأوروبي. هذه الكرة العرضية والمتابعة. طبعا نتكلم على الأندية اليونانية. أولمبياكوس هو أول ريمان. أويونو يحاول يمر. والركنية الأولى لفائدتنا والوصول إلى مرمى ياسين بونو. دانيس يمر. والسافرة الجنوب أفريقية تمنح ياسين بونو. العرضية مغربية فيها عرضية. التسديد غريبة.
التسديد والكرة عجيبة منك أستينو ناحي وين تصف الميدان محاولة للمرور والتغطية الدفاعية حاضرة والكرة بالميدان هذه البينية ممتازة مشروع الرابع الركنية نصيري يترقب ينتظر هنا في القائمة الأول كانت فرصة دار هذه صعبة ولحسن الحظ تمشي بعيدة عن مرمى ياسين بونو يتلوان تورايا هنا نصير في الصعود والكرة تتحول بعد ذلك إلى الركنية تمشي الكرة إسماعيل يلا يا إسماعيل الرابع جول يوسف أنصاري يدون الرابع هكذا يتواصل المشوار لأسود الأطلس يسرى لفائدة من عملية المراوغة محاولة المرور والخامس عالمي السيباري أحلى ختام لمشوار المنتخب المغربي أحلى ختام نعم بصورة رائعة بهدف خرافي